السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نقترح عليكم عاوتاني واحد العشاء الناس اللي كيبغيو يتعشاو في رمضان بشي حاجه خفيفه. غادي نديروا هذا الرز بالفخيضات ديال الدجاج. الرز كيجي مفروز، الحبه على اختو ما كيجيش معجن. وغادي نعطيكم الطريقه باش طيبوا هاد الفخيضات ديال الدجاج باش كيشربوا لكم المريقه وكيجيو محمرين هكا. واول حاجه غادي نديرها غادي نرقد الرز. انا استعملت هذا الرز الاصفر، الرز كلاصي هاد النوعيه هادي. الا لقيتو تستعملوا البسمتي، الرز بسمتي راه شي حاجه اللي واعره، كيجي بنين بزاف هاد الوصفه. غير هو كيكون الثمن ديالو طالع، حتى الرز كلاصي راه مزيان الا عرفتوا طيبوه عرفتوا تعاملوا معاه، راه كيجي هكا الحبه مفروزه على اختها. غادي ندير 3 الكيسان ديال الرز، غادي نرقدو في الماء وغادي نخليه حتى يطلق كاع داك النشا اللي فيه. من بعد نصفيه بالصفايه ونغسلو مزيان بالماء البارد حتى يولي الماء تقريبا شفاف، يولي الماء نقي. دابا غادي ناخذ واحد طنجره غادي ندير فيها كميه من زيت الزيتون. كثروا شويه الزيت، راه قلت لكم في الفيديو ديال البارح الروز كيشرب الزيت، ما بغيناش يجينا ناشف. غادي ندير بصله كبيره حكيتها بالحكاكه الغليظه، جوج الوريقات ديال ورق سيدنا موسى ولا ورق الغار، جوج العويدات ديال القرفه. الا بغيتو ديروا هذا القرفه غبره ديروا شويه ما تكثروش بزاف. وغادي ندير 5 الحبات ديال الهيل اولا قعقله والملح على حسب الذوق. صافي غادي نخلي هذيك البصله مع الزيت ودوك المنسمات اللي درنا. مهمين البنات هاد المنسمات الا لقيتو ديروهم كاملين، راه حتى القرنفل كنديرو عندي ونسيت ما درتو حتى التالي عاد تفكرتو. مهمين كيردوا الرز بنين، الدجاج كيجي فيه واحد المذاق غزال. راه كاين شي رز الله يسمح لي فاش كنشريوه كتكون فيه واحد الريحه ملي نكونوا كنطيبوه. وهاد المنسمات يعني اي كيف ما كانت لاكاليتي ديال الرز كيولي هكا بنين وفيه ريحه غزاله. صافي هي البصله من بعد ما طاحت، من بعد ما دبالت وهكا ولا اللون ديالها ذهبي وتكراميليزات. وكما قلت لكم مهم هاد المرحله هادي الا درتو كل شي فوق شي ودرتو عليه الرز كونوا على يقين ما غاديش يعطيكم البنه اللي كنهضر عليها. غادي ندير مطيشه وحده محكوكه بالحكاكه رقيقه، جوج المعالق كبار ديال الصوص طوماط، معلقه صغيره ما عامراش ديال التحميره اللي هو الفلفل الاحمر، نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل اللي هو سكنجبير، ومعلقه صغيره عامره ديال الخرقوم اللي هو الكركم، وشي شويه ديال البزار ما تكثروش. وغادي نحرك هذيك مطيشه والبصله والعطريه حتى يتجانسوا مع بعضهم، وغادي نخليهم يتشحروا واحد شويه. ما تزربوش عليها حتى تولي بحال هكا تشرب كاع داك الماء وتبقى ديك الزويته. عاد باش نقدر نزيد هاد الفخيضات ديال الدجاج اللي غسلت مزيان بالحامض وسكنجبير، نقيتهم مزيان وحيدت لهم دوك الرجيلات هكا لتحت. صافي وغادي نديرهم حتى هما باش يتشحروا واحد شويه ويشربوا نشربوا ديك المريقه ودوك العطريه. عاد باش غادي نزيد الماء. بالنسبه للماء غادي ديروا الكميه اللي غادي يطيب فيها الفخيضه ديال الفخاد ديال الدجاج. راكم عارفين ما كياخذوش الوقت بزاف، ماشي بحال اللحم. صافي حركته مزيان مع ديك لاصوص. عاد زدت الماء، درت تقريبا انا كاس كبير ونص. صافي وغادي نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. ما تسدوش الكوكوط وما ديروش لها الصفاره، غير ردوا عليها باش يطيبوا لكم في القياس. صافي هما مورا ما طابوا شوفوا لي المريقه، ركزوا لي مع المريقه كي دايره خاتره عاقده كتجي معلكه واعره. وغادي نحيد دابا دوك الفخيضات دوك الفخاض ديال الدجاج، غادي نحيدهم غادي نديرهم في واحد الطاوه اللي غادي ندخل الفران. الا كنتو غديروا بحال هاد الطاوات اللي استعملت انا اينوكس ضروري ديروا بابي كويسون، لانه غادي تلصق لكم ديك الجلده في الطاوه شي ما درناه. الا كنتو غديروا مول ديال الزاج ماشي مشكل، غير دهنوا بالزبده مزيان. صافي غادي نحيد كاع دوك المنسمات اللي درت. داكشي علاش حسبتهم انا في الاول باش مثلا كل حاجه حيدتها كنشوف واش نيت هذاك هو المقدار اللي درت في الاول. لانه بحال مثلا قعقل ليله الا داز لشي واحد الا كلاه عرفتوا راه واحد المروره فيه واحد المذاق فيه ما زوينش. صافي دابا غادي نزيد الرز. غادي نشحرو حتى هو قبل ما نزيد ليه الماء، ضروري يتشحر شي شويه حتى يشرب كاع داك الماء. عاد كنزيد 6 الكيسان ديال الماء بنفس الكاس اللي عبرت به الرز اللي غادي نعبر به الماء. صافي كنرد عليه الغطاط ديال الكوكوط وكنخليه كيطيب على خاطره. دابا غادي نشد هذوك الفخاد ديال الدجاج غادي ندهنهم مزيان بالزبده باش كيتحمروا لينا. صافي وكندخلهم للفران. وراكم عارفين عليا في كل فيديو كندير لكم وصفه وكنعطيكم العصير اللي غادي يجي معاها. العصير اللي كنقترح عليكم اليوم هزيت الباربه سلقتها،
قطعتها ودرت الفريز حتى هو، ودرت حبه وحده ديال الليمون حيت ليها العظام والقشور وكلشي، وغادي نزيد الماء على حساب نتوما كيفاش كتبغيوه. وإلا رديتو البال راني ما زدتش الحلاوه، ما زدت لا سكر لا تمر لا والو، لانه الفريز حلو، البربه عرفتي دوك النوع البربه اللي كتكون فيه الحلاوه، الليمون حلو، دونك ما احتاجش لي انا السكر، جاني هو هذاك. صافي كنديرو في الثلاجه يبرد. بالنسبه للروز كيجي بحال هكا غزال البنات. واحد الحاجه ما قلتهاش لكم في الاول ديال الفيديو، الا مشيتو حتى خويتو الماء على الروز ما تبقاوش تحركوه حتى شي حاجه، لا بمعلقه لا بفرشيطه لا والو، حتى يشرب كاع هذاك الماء، لانه ما حدكم كتحركوا فيه ما حدو كيتعجن لكم وما كيجيش كما كتشوفوا في الفيديو هكا مفروز. صافي كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا معايا. نشوفكم الفيديو الجاي وبصحه وراحه.